بعد كده يا معلم بامبانيا راحت عند الراهبة الكبيرة وعرفتها بكل حاجة بتحصل في الدير. راحت الراهبة قررت انها تتأكد بنفسها، وبالفعل راحت عند الشاب لورنس وخلته نايم في سابع نومه، وقربت منه جدا وبصوت عالي نادت في ودنه. راح ابن اللعيبة قام من النوم مفزوع. وقتها الراهبة الكبيرة عرفت ان هو كذب عليهم وعمل نفسه أصم وأبكم، عشان كده مشيته من الدير. في المشهد اللي بعد كده يا معلم الأميرة بامبانيا بيجي لها خبر ان خطيبها الأمير جورج بيدور عليها في كل مكان. راحت قررت انها تسيب الدير وترجع بسرعة، لان الأمير جورج هو الوحيد اللي هيقدر يحميها. وهي ماشية في الطريق يا معلم شافت الشاب لورنس وهو قاعد بره الدير. راح لما شافها قرب منها واتكلم معاها وطلب منها انها تشوف له شغلانه في القصر، وفعلا الاميره بامبانيا بتاخده معاها. وبنروح عند الامير جورج مره تانية وبنشوفه لوحده وهو بيدور على الاميره بامبانيا في كل مكان، ومن كتر التعب والارهاق اللي هو فيه بينزل يغسل وشه في البحيره. وقتها شاف بنت جميله وزي القمر بيتنادى عليه، وجورج لما شافها كان هيتجنن من جمالها وحلاوتها، وافتكر ان هي خطيبته الاميره بامبانيا. والبنت قربت منه وقالت له بتعمل ايه؟ راح الامير جورج عرفها بنفسه وقال لها انا بدور على خطيبتي الاميره بامبانيا. راحت بنت اللعيبه كدبت عليه وقالت له انا الاميره بامبانيا، لانها حبته من اول نظره. وساعتها الامير جورج صدق كلامها لان ما شافش خطيبته بامبانيا قبل كده، ولما عجبته قرر ان هو يتجوزها. وفي المشهد اللي بعد كده يا معلم بنشوف الاميره بامبانيا وهي موجوده في القصر، والشاب لورنس كان بيتكلم معاها وعرفها ان هو بيحب واحده بس في الدير وبيدور عليها في كل مكان. راحت بامبانيا عرفت ان هو بيحبها وكانت عاوزه تقول له على كل حاجه، ان هي البنت اللي باسته في الدير. وفعلا قربت ليه جدا عشان يبص ويتاكد ان هي البنت اللي بيدور عليها. لكن فجاه مره واحده القائد الصربيني راح عندهم ودخل عليهم، ولما شاف الشاب لورنس بيتكلم معاها افتكر ان هو كان بيدور عليه في كل مكان. راح القائد الصربيني وجري عليه وضربه ورماه في الميه وكان خلاص هيموته لانهم كتار عليه. راحت بامبانيا اتدخلت بسرعه ان هو ما يخلصش عليه في مقابل انها تتجوزه وترتبط بيه. ساعتها صربينيو فرح جدا ووافق وخده ورماه في السجن.